مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتنا مطبخ بهاء وفوفا. فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم راح نقدم لكم وصفة شعبية جدا ومشهورة كمان، اللي هي حلاوة الانفاس أو عصيدة الطحين. وصفة شعبية ومشهورة وجدا لذيذة، دائما نعملها وجدا مناسبة كمان لما تعملونها ويكون عندكم يعني مثلا أو في مرحلة النفاس. هاي الأكلة دائما يعملوا لهم إياها أو العصيدة. وكمان هي إذا كنتم في الشتاء تعملونها اعملوها لأنه تعطيكم طاقة ودفء لأنه تكون سخنة، فجدا لذيذة ووصفة شعبية وسهلة صراحة، وكمان مشهورة. نقدمها بطريقتين، هاي الطريقة أو الطريقة الثانية لما نكون مشكلينها بهذا الشكل. جدا لذيذة وجدا سهلة ووصفة شعبية ومشهورة. أتمنى تعجبكم وما تنسونا أبدا من دعمكم. كل يوم راح نحط لكم فيديو جديد ووصفات جديدة بقناتنا مطبخ بهاء وفوفا، فلا تنسونا من اللايك والاشتراك. وتعالوا نشوف مقادير هالوصفة. يلا نبدأ بهالوصفة. للمقادير راح نحتاج كوب طحين، نصه يكون أسمر ونصه أبيض مخلوط، استكانة الشاي تكون سمن وزيت، و3/4 كوب سكر أو حسب رغبتكم، وماي حسب الحاجة. ممكن تنكهونها بالحلبة أو القرفة أو الهيل أو الزعفران، شي يرجع حسب رغبتكم. أول شي راح نبدأ ناخذ الطحين وراح نبدأ لازم نحمصه، نخلي لونه يتغير. على بين ما راح نحرك الطحين لحتى يتغير لونه راح نجهز القطر. راح نضيف السكر والمي، وكمان راح نضيف عليهم القرفة. احنا اضفنا القرفة لانه نحب نكهتها، وراح نخلي القطر لحتى يطبخ ونكمل مع الطحين نحركه لحتى يتغير لونه. ممكن تخلونه يعني لحتى يتغير لونه لأغمق او بهذا الشكل، وتضيفون عليه السمنة والزبدة وحركوهم مع بعض. كمية المية اللي أضفناها على القطر 1.5 كوب، وممكن بعدين نشوفه إذا يكون يعني بيحتاج نضيف كمان. وهسه راح نستعمل المشبك اليدوي ونبدأ بتحريكه وإضافة القطر ونقلب بهذا الشكل. راح نبدأ نمزج ونضيف القطر بالتدريج. طبعا هون احنا راح نعمل الطريقة الأولى، فراح نضيف عليها مي مغلي لحتى نوصل لحد السماكة المطلوبة انه نقدر ناكلها بالملعقة وتكون طرية. بهذا الشكل لما مزجناها صارت عندنا جاهزة. راح نذوق طعمتها، اذا لسه فيها طعمة الطحين فنخليها كمان 5 دقائق، اما اذا استوت فخلاص. مثل ما شفتم اضفنا عليها كمان القرفة لانه احنا نحب نكهة القرفة. فيكم انتم تضيفون اي نكهات ثانية انتم تفضلونها. وطبعا لما تتركونها 5 دقائق لحتى تطبخ لازم تتأكدون انه كل شوي تقلبونها وتكونون جنبها. احنا بهذا الشكل صارت عندنا لما ذقناها صارت جاهزة، فأضفناها بسخانة لحتى تظل سخنة ونقدر نسكرها لحتى وقت الأكل تكون تظل حارة. حطينا عليها قطعة زبدة أو ممكن سمنة حسب رغبتكم اللي انتم تحبونه. لما حطينا السمنة أو الزبدة نخليها تجي على كل مكان لحتى كل مكان يكون فيه من الزبدة يعني أو الدهن تبعها. وممكن ترشونها بالهيل أو الزعفران أو مثل ما احنا عملنا بالقرفة، لأنه صراحة جدا جدا لذيذة نكهة القرفة موجودة فيها. هاي صارت عندنا الطريقة الأولى جاهزة وجدا لذيذة. هاي اللينة اللي تنأكل بالملعقة. أما هاي عندنا هنا اللي يعصرونها بهذا الشكل اللي انتم شفتمه نفس الكوبانية. هاي طبعا نفسها نفس المقادير، بس انه كمية المي تكون اقل منها. يعني اضفنا الطحين وحمصناه، وكمان اضفنا على السمنة او
زبدة لو كمان المي، لكن كمية المي تكون أقل من الكمية اللي احنا استعملناها توا. وطبعا أكيد لازم تحركونها لما يعني هاي تشوفون شكلها هي تنعمل بالملعقة إذا كانت سخنة أو بإيدنا تتشكل بهذا الشكل، أما الأولى فكانت تنأكل بالملعقة. هذا هو شكلها لما نعصرها بإيدنا، وكمان ينرش عليها للزينة القرفة. وصارت عندنا الطريقة الثانية جاهزة كمان. فاللي يعجبكم الأولى أو الثانية اثنينها جدا لذيذة وجدا سهلة صراحة، وأتمنى تجربونها. وما تنسونا من دعمكم باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس لحتى توصلكم دائما وصفات جديدة وفيديوهات جديدة من قناتنا مطبخ بهاء وفوفا. وأتمنى تعجبكم وصفاتنا وتجربون هالأكلات، واكتبوا لنا بالتعليقات ايش رأيكم في اي وصفة حابينها او كمان بدكم نعملكم اياها، وشاركوا هالفيديو لحتى اكبر عدد من الناس اكيد يتعلمون يجد وصفات لذيذة. خصوصا يعني هاي الوصفة مناسبة للامهات يكونوا الولدانين، فجدا لذيذة. وكمان مثل ما قلت لكم نكهتها جدا رائعة، وانا متأكدة راح تعملونها يعني دائما راح تشتهون تاكلونها، فراح تعجبكم هالوصفة. أنا جدا أعجبتني، فأكيد يعني وصفة مميزة وجديدة. وأتمنى إذا عجبتكم وعملتمها بالعافية عليكم مسبقا، ومع السلامة.